ابوي فلاح العميان ابو عبد الله. فاللي صار طال عمرك كنا رحنا للامير عبد الله بن سعد بن جلول، فانتظرنا في مجلسه، قالوا لنا راح يجي ان شاء الله بعد صلاه العشاء. الكلام رادينا عند البوابه الساعه 4 العصر، يمكن الرعايا اللي دخلت الا بعدها العوازم وقفت. دخلنا المهم بعد صلاه العشاء واجهنا الامير عبد الله بن جلول بن سعد ومعه نائب الامير. رحب وهلا وتحفى فينا وقلطنا وقهوانا، ويوم قهوانا قال يا الربع عم الخطا والله انكم مخطئين. انا ليش ابو محمد يقول السالفه؟ لان كثرت علي الاتصالات وترددت السوالف في المجالس، فبحب اني اوثقها بوجودك ابو محمد وبوجود الاخوان. المهم قال يا ربع عم الخطا انتم مخطئين ما فيها كلام. شو السبب؟ السبب ان احنا مسيرتنا اكبر مسيره، والجماعه فزعوا من الكويت ومن السعوديه وسكرنا الشوارع واقتحمنا وعجزوا عنا من كثر العدد. يعني فوضى. فقال فلاح العميان ابو عبد الله قال لي بالله يا طول العمر مخطئين وانتم يا طول العمر تجاوزون امورنا اكثر من هذه، وحنا لنا حق عليكم، حنا ضيوف. قال لا ما انتم ضيوف ولا تحسبونا نسيناكم، وانتم عليكم مصاح، انتم هذا البيارق هذا الحديده. انتم هلا البيارق هلا حدبه، اخويا الملك عبد العزيز يوم احتاجكم لقاكم اليوم تدخل بعدكم. قال فلاح العميان يا طويل العمر تكفى، ما دامنا احنا هلا البيارق وحنا اخويا الملك عبد العزيز باعرنا تدخل الليله. قال ما هو بالليله تدخلها الحين، ودخلناها الساعه 9 بالليل على لهتات السيارات. بس اسمحوا لي بس ابيات من قصيده قلتها في مزايا مرقابه في حفل الدمات. يقول انا لا كتبت الشعر ما اقول له بعدين، معدل على بيوت القصيده وارتبها، تصامخ براسي واردف البيت والبيتين وتكثر علي بعض الضواري وسجبها، وفي وسط صدري تدهر معركه حطين وابو شهر في صدري يتنفذ تجاربها وهاجوس شعري. قال هالي قبل يومين ومن قال لي بجيبها، قلت له جبها أبمدح وبثني في بني عمي الغالين وبطلق عنان السالفة ثم بكرهها. أبمدح وبثني في بني عمي الغالين وبطلق عنان السالفة ثم بكربها بني عازم العطوان في عسرها واللي ينزحوا الرجال اللي تفتل شواربها. يقول المثل ذكر الحياة والرجال يبين وفعل الحرارة النادرة من مجاذبها، ونقول حنا دائما فعل